في إطار استعدادات كأس العرب، المدرب طارق سكيتيوي أعلن لائحة المنتخب المغربي الرديف لمواجهة كأس العرب، حيث المجموعات ديالنا كتواجد مع السعودية واليمن وعمان. سكيتيوي بعد التجارب الناجحة سواء مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس أو مع المنتخب المحلي فين قدر يفوز ببطولة الشان، ها هو الآن في طريق النجاح في كأس العرب بقطر. المهم في هذا الفيديو غادي نكتشفوا على لائحة طارق سكيتيوي، وغنتعرفوا على تاريخنا في هذه البطولة ديال العربية، وغنشوفوا برنامج المنتخب. ولكن قبل كنتمنى تخلي معك واحد لايك وتابونا في القناه، ويلا نبداو. في البدايه غنتعرفوا على تاريخ المنتخب في كاس العرب. المهم هذه النسخه هذه غادي تقام في قطر من نهار 1 الى 18 ديسمبر. المنتخب سبق ليه وفاز بلقب واحد في سنه 2012، واخر مشاركه كانت في سنه 2021 فين شاركنا بالمنتخب المحلي فقط بقياده المدرب حسين عموته، وتقصينا من 8 نهائيات من ضربات الجزاء. وفي النسخه بقياده طارق سكيتيوي الجمهور المغربي كيتسنى منه واحد المستوى مشرف والاداء الممتع. المهم دابا ندوزو نشوفوا اللائحه اللي اعلن لها سكيتيوي المعسكر. اولا في حراسه المرمى طارق سكيتيوي عطى 3 ديال الحراس عندهم مستوى عالي. كنشوفوا صلاح الدين شاب نادي المغرب الفاسي، حارس متمرمس وعنده واحد التجربه كبيره في البطوله. مهدي بن عبيد حارس الوداد، حارس شاب ومتالق في هذا الموسم هذا. رشيد الغنيمي فتح الرباطي، حارس واعر وكان حاضر في المعسكر. المنافسه بيناتهم غتكون قويه وكل واحد فيهم قادر يحمي المرمى ديالو. ثانيا هو الخط الدفاعي، سكيتيوي اختار توليفه ما بين الخبره والشباب. في القلوب الدفاع عندنا يونس عبد الحميد الجيش الملكي، قائد بخبره كبيره في الملاعب. مروان السعدان الفتح السعودي، مدافع عنده تجربه احترافيه وقويه. مروان الودني نادي الجيش الملكي. سفيان بوفتيني الوصل الاماراتي، من اكثر المدافعين استقرارا في الاداء ديالو. محمد بن جايك الزمالك المصري، مفاجات القائمه، شاب كيقدم مستوى زوين. محمد مفيد نادي الوداد. عندنا الاظهره فين استدعى لنا حمزه المساوي من نهضه بركان، ظاهر ايسر بخبره كبيره في البطوله. هيثم الناوج من نهضه بركان، ظاهر ايمن وقوي ومقاتل. ومحمد بولكسوت الرجاء، ظاهر شاب طالع بقوه. انس باش نادي الجيش الملكي، ظاهر عنده حضور دفاعي قوي. وسط الميدان فيه اسماء متكامله ما بين الدفاع والهجوم. عندنا ايوب خيري نهضه بركان كيعطي توازن كبير في الوسط الميدان. خالد ايتور خان الجيش الملكي، لاعب شاب وكيعجب سكيتيوي بالمجهود ديالو. محمد ربيع هريمات الجيش الملكي، صانع العاب ممتاز والتمريرات ديالو دقيقه. صابر بوغرين الرجاء، لاعب وسط كينضم للعب بطريقه ذكيه. اشرف المديوي تعاون السعوديه، محترف متمرمس في الدوري القوي. ووليد الكرتي بيراميدز المصري، واحد من ركائز الوسط بالتجربه ديالو كبير. وعندنا الخط الهجومي، الهجوم ديال المنتخب المحلي في هذه اللائحه فيها اسماء بارزه وواعره بزاف. عندنا يوسف ماري في نهضه بركان، جناح هجومي خطير وسريع. منير الشوير نهضه بركان، كيعرف يسجل من انصاف الفرص. حمزه الهنوري الوداد، مهاجم قوي بدنيا وعنده الحس التهديفي. عبد الرزاق حمد الله الشباب السعودي، مفاجات اللائحه، هداف من طراز العالي. وعندنا كريم البركاوي الضفره الاماراتيه، هداف دائم الحضور ديالو في المباريات الكبيره. وليد ازارو اجمل الاماراتي، مهاجم بتجربه كبيره في الدوريات العربيه. وعندنا طارق التيسودالي رفكان الاماراتي، لاعب كيمزج ما بين المهاره والسرعه. واسامه طنان صلالات القطري، جناح قوي تقنيا وكيصنع اللعب. وامين زهزه الوكره القطري، مهاجم سريع وكيخلق الفرص. عندنا اشرف بن شرقي الاهلي المصري، نجم كبير وكيعطي اضافه هجوميه قويه. كيبان ان سكيتيوي اختار تشكيله قويه فيها مزيج ما بين الخبره والشباب، وهذا كيعطينا امل كبير في تحقيق نتائج ايجابيه في كاس العرب. كنتمنى من المنتخب المغربي المحلي الكل التوفيق في البطوله، وكنتسنى منكم التفاعل ديالكم في التعليقات باش نعرفوا اراء ديالكم في التشكيله هذه اللي اختارها سكيتيوي، واش مزيانه ولا لا. كلشي كتبوا لنا في الكومونتيرات. وما تنساوش الدراري تدعمونا بواحد لايك وسبسكرايب، القناه مازال جديده باش نستمروا لكم في الجديد، وخلونا الراي ديالكم.